محبي قناة فور كورة، مرحبا بكم. المنتخب الوطني يتعادل بصفر لمثله مع المنتخب العماني ويبصب على نتيجة مخيبة للآمال بعدما كان الجمهور المغربي كيتسنى أداء أحسن من اللقاء الأول ضد منتخب جزر القمر، لكن العكس هو اللي وقع بعد الظروف المقابلة اللي كتمثل البطاقة الحمراء المجانية اللي حصل عليها حمد الله اللي عقدات الأمور على طريق السكيتيوي وخلات العناصر الوطنية يظهروا بأداء هزيل على غير المتوقع بتاتا، وحرم المنتخب الوطني من 3 نقاط اللي كانت غادي تخليهم يناقشوا الماتش الجاي ضد المنتخب السعودي باقل مجهود، لاننا غنكونوا ديجا ضمننا التاهل الى الدور الثاني. لكن الان مفروض علينا اننا نفوز بهذه المباراه لتفادي الاله الحاسبه مره اخرى. في هذا الفيديو غادي نهضروا على المنافس ديالنا القادم المنتخب السعودي، وغنشوفوا نقاط القوه مع نقاط الضعف، كذلك غنكتشفوا ابرز النجوم اللي كيمتلكهم، واش كيلعبوا بالفريق الاول، وفي الاخير غادي نتعرفوا واش قادر على اننا نربحوهم. هادشي وبالاضافه الى تفاصيل اخرى غادي تعرفوها معنا من خلال قناه فور كورة. فما تنساش دعم الفيديو بالضغط على زر الاعجاب والاشتراك معنا في القناه اذا كنتي جديد، ويلا نبداو على بركه الله. اكيد ان الناخب الوطني خلى مجموعه من علامات استفهام في الماتش ضد المنتخب العماني بعد ما غير عدد كبير من اللاعبين في التشكيله الرسميه. علاش؟ لا اعلم صراحه. بعد اعتماد حارس بن عبيد بدل صلاح الدين شهاب يدار ماتش مزيان ضد منتخب جزر القمر، واستبدال المهدوي باناس باش الى غير ذلك من التغييرات. هادشي غادي ياثر على انسجام وتناغم العناصر الوطنيه في بقيه المباريات. على ايين الماتش ضد المنتخب السعودي غادي يكون اصعب من مباراتين بجوج اللي دازو ببساطه، لان المنتخب السعودي لاعب بالفريق الاول إذ كيتوفر على افضل هجوم في البطوله حتى الان بحيث سجل 5 اهداف، وعنده دفاع لا باس به استقبل هدفين، كذلك عنده لاعبين مميزين كاملين كينشطوا في الدوري السعودي اللي ولا من اقوى الدوريات العربيه، بحيث الانديه ديالهم كتعاقد مع احسن لاعبين في العالم. هادشي اللي كيخلي النيفو اللاعب المحلي انه يطلع ويتطور اكثر. المنتخب السعودي كيتوفر على نجوم من الطراز الاول مثل لاعب الهلال سالم الدوسري ومحمد كنو، والجناح عبد الرحمن عبود لاعب الاتحاد، والمتوسط ميدان النصر السعودي لاعب خيبري تحت قياده المدرب المحنك اللي كيعرفوا الجمهور المغربي مزيان، المدرب الفرنسي هيرفي رونار، يسبق ليه التاهل مع المنتخب الوطني الى كاس العالم بروسيا. فالنهج التكتيكي اللي كيعتمد عليه المدرب الفرنسي هو اسلوب 4-3-3 في حاله الهجوم، واللي كيتحول الى 4-5-1 في حاله الدفاع. المنتخب اللي كيعتمد على التحولات السريعه مع اعتماد على لاعبي الاطراف، واللي جاو منهم اغلبيه الاهداف في هذه البطوله، مستغلا سرعه الدوسري وكنو. بينما الدفاع كيعتمدوا على الضغط على حامل الكره ببلوك متقدم. اكيد غيصعب عليهم يطبقوا هذا النوع من الدفاع مع المنتخب الوطني. هادشي اللي قلنا قبل، زعما واش ما نقدروش نربحوا هذا المنتخب؟ الجواب هو اكيد لا. طبعا ان المنتخب السعودي منتخب قوي وعنده خبره كبيره مثل هذه المناسبات، لكن حتى هو عنده نقاط ضعف خصوصا في الالتحامات الهوائيه. ففي اللقاء ديالهم ضد جزر القمر لاحظت ان جل الكرات الهوائيه للاعبين السعوديين خسروهم، كذلك هنالك عدم انسجام بين اللاعبي المحور. فإلا استغلنا هذا الامر لعبنا كرات في ظهر الدفاع اكيد انهم غيقوموا بالاخطاء وغادي نسجلوا. غير خاص المدرب السكيتيوي يستقر على تشكيله قاره اللي هو مقتنع بها اولا، وثانيا يحاول يجري نسق المباراه، لان معدل الاعمار عندنا مرتفع جدا بحيث وصل الى اكثر من 30 سنه. فإلا لاحظنا المباريات بجوج اللي دازوا لاحظنا باللي الطراوه البدنيه كتنقص بشكل واضح على بعض اللاعبين، وهادشي اللي كيخلي التركيز ديالنا كيقل وبالتالي كنديروا هفوات. اكيد الا درنا هاد الاخطاء ضد المنتخب السعودي غادي يعاقبنا، فضروري خصنا نفوزوا بهاد المباراه باش نتاهلوا كمتصدرين للمجموعه وما نخليوش شي حاجه للصدفه. صحيح ان التعادل كافينا وغندوزو كثاني المجموعه ب5 نقاط، فالمشكل الا لعبنا على التعادل وجا شي هدف قاتل في اخر دقائق المباراه وخسرنا، ديك الساعه غادي ندخلوا في شي حسابات اللي كنا في غنى عنها. فالحاجه اللي كنتمناو هو ان المنتخب الوطني يكون واجد 100% لهذه المباراه اللي اكيد غتكون صعيبه بلا شك، ولكن انا متاكد ان المنتخب الوطني كيكبر في الماتشات الكبار وغادي يحقق نتيجه ايجابيه ان شاء الله. وصلنا الى نهايه هذا الفيديو، نتمنى انك تكون دعمت الفيديو بالضغط على زر الاعجاب والاشتراك معنا في القناه اذا كنت جديد. كان معكم سيمو، تهلاو.